ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومعانا النهارده موبايل فلاج شيب حرفيا موجود في الفئه الاقتصاديه جامد جدا. طبعا كل فتره بنلاقي ان في حاجات بتتشال من الموبايل، يعني ممكن تلاقي فجاه الجراب اتشال، ممكن تلاقي راس الشحن اتشالت وتلاقي مثلا معاك الكيبل بتاع الشحن لوحده. لكن المره دي الموبايل اللي معانا من المميزات بتاعته اللي انت عندك كل حاجه موجوده في العلبه حرفيا، من اول الجراب الشفاف اللي موجود في العلبه، ومعاك كمان الشاحن اللي هو هنا سريع جدا وب 33 واط، ومعاك كمان كيبل للشحن، فانت مش هتبقى محتاج حاجه تانية غير اللي انت بس تجيب سماعه. الموبايل اللي بيجي فئه اقتصاديه وبسعر خرافي جدا فعلا مش هتصدقوا، وبيجي كمان بشاشه كبيره جدا وشاشه 120 هرتز 678 من 100 بوصه، بي اس ال سي دي 396 بكسل لكل بوصه، وبيجي كمان ب 16 مليون لون، ونسبه السطوع 500 نتس. بتيجي بشاشه جباره جدا تقدر تتفرج عليها في افلام حلوه جدا بسعر رخيص قوي قوي قوي، في اقل كمان من 8000 جنيه. كل ده موجود في الموبايل معانا من اول شركه انا ممكن اكون اتكلمت عنها في القناه بتاعتي تكون اول مره، وهي انفينكس. والموبايل اللي معانا هو الانفينكس هوت 40 برو. بيجي بديزاين جامد جدا وشكله شبه الايفون، حتى اللون بتاعه هنا بيجي باربع الوان، الاسود والازرق والاخضر. شكل الموبايل ده انت ممكن تحس ان الاطار بتاعه من المعدن او الاطارات بتاعته ممكن تكون بالمعدن، ولكن هو كل الموبايل بالكامل من البلاستيك، وحجمه 199 جرام بس، فهو خفيف برده مش تقيل، ولكن هو في نفس الوقت برده ما بيبصمش، علشان دي تبقى حاجه كويسه جدا لما تيجي تمسك الموبايل. وكمان معاك الجراب الشفاف، فانت مفيش حاجه هتقدر ان انت تخبيها في الموبايل. موبايل شكله كويس جدا ومسكته جميله والملمس بتاعه فخم كمان، ودي حاجه دلوقتي هتبقى نادره اللي انت تلاقيها في موبايل في الفئه الاقتصاديه. انا بكلمك على موبايل اقل من 8000 جنيه. موبايل بيجي بنسختين 128 جيجا او 256 جيجا، والاثنين بيجوا ب 8 جيجا رام عشان تقدر ان انت تستمتع بسوفت وير يكون سلس اكتر بكتير، مع كمان السوفت وير الاكس او اس بتاع انفينكس الجديد. فانت عندك سلاسه هنا حلوه جدا، مع كمان اندرويد 13 في كمان ان انت تحدثه لغايه اندرويد 14. ده غير كمان انت عندك اندرويد 13 هنا يقدر يتحدث لغايه اندرويد 14. بالنسبه للشاشه اللي انا اتكلمت عنها في الاول، فطبعا انت هتاخد تجربه شاشه ممتازه جدا. كل الحاجه اللي ممكن تكون ناقصه الشاشه بس شويه هي ال 500 نتس. 500 نتس هتبقى محتاج فعلا ان انت لما تيجي تمسك الشاشه لازم اشعه الشمس اللي انت تخبي كده عشان تقدر تشوف كل حاجه، ولكن هي عامه ك 120 هرتز واي بي اس ال سي دي 396 بكسل لكل بوصه و16 مليون لون، تقدر ان انت تاخد تجربه افلام ممتازه. انا ممكن اتغاضى عن ال 500 نتس عادي، يعني هي مش هتبقى ما عندك مشكله فيها قوي غير لما يكون مع اشعه الشمس، غير كده مش هيبقى عندك مشكله. وتعالى برضو نتكلم عن الموبايل هنا والبطاريه بتاعته اللي بتيجي ب 5000 ملي امبير. احنا قلنا ان راس الشاحن بتاعك موجوده في علبه الموبايل وبتيجي ب 33 واط. الموبايل هيشحن معاك في اقل من ساعتين لغايه 100%، ودي طبعا حاجه حلوه جدا في فئه اقتصاديه اللي انت تلاقي ان السعر ده والساعه بتاعه البطاريه والسرعه دي تكون موجوده. تعالوا برضو نتكلم عن الحاجه القويه جدا تانية اللي موجوده في الموبايل، وهو المعالج. انت عندك هنا المعالج من ميديا تك وهو الهيليو جي 99 مع المعالج الرسومي مالي جي 57 ام سي 2، وطبعا ده معالج رسومي اللي بقى موجود واحدث معالج موجود دلوقتي اللي بيستخدم مع الميديا تك. والمعالج ده على لعبه ببجي هتقدر ان انت تستخدم اقل اعدادات على فريم ريت الترا، فطبعا انت هتلعب العاب سلسه جدا وبدون بجات، ودي نقطه مهمه جدا موجوده في الموبايل. انت هتلاقي الموبايل شاشه كبيره وعريضه وحلوه تقدر تلعب بيها، وفي نفس الوقت ان انت مش هيبقى عندك اي بجات وانت بتلعب. ودي ميزه حلوه موجوده في معالجات ميديا تك من زمان، ان انت لما بتيجي بتلعب او لما تيجي تستخدم اي برنامج بيبقى عليه فوكس اكتر بكتير من اي برامج ثانيه موجوده في الخلفيه. مع السوفت وير الاكس او اس 13.0 هتاخد تجربه استخدام ممتازه جدا. السوفت وير ما فيهوش اي تعقيدات، هو سوفت وير سلس جدا، ما فيهوش اي حاجات بقى تلخبط او حاجات تخلي السوفت وير تقيل، سلس جدا، ممكن تحس ان هو شبه الخام. فانت عندك هنا هتبقى تجربه سلاسه ما بعدها سلاسه حلوه جدا معاك. تعالوا بقى نتكلم برضه عن الحاجه الجامده جدا موجوده في الموبايل ومن شركه انفينكس كمان، هنا هي مطورها بشكل كبير، وهي الكاميرات. انت عندك هنا 3 كاميرات او ممكن نقول كاميرتين، في الثالثه دي منظر. عندك الكاميرا الاولى هي 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 ودي الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الثانيه هي للماكرو وهي بتيجي فتحه عدسه اف 2.1، والثالثه دي هي كاميرا اضافيه هي عباره عن 0.2 ميجا بكسل كده، يعني حاجه بسيطه، هي بتساعد بس الماكرو ان هو ياخد عزل احسن. لكن انت للاسف ما عندكش اي كاميرا للالترا وايد، ودي حاجه مضايقاني بالنسبه لي. وهنا لما بتيجي بتصور صور وتلاقي مثلا فيها حبه نويز او تلاقي فيها حبه بتاع مش كان احلى حاجه، فانت عندك هنا الاي اي بيقدر ان هو يحسن تجربه الصوره بشكل كويس. يعني لو في صوره مثلا فيها نغمشه او بتاع، الاي اي بيحاول هو يحسنها بشكل كويس. واحلى حاجه موجوده في الموبايل ان انت بتقدر تصور لغايه 2K 30 فريم، ودي حاجه كويسه جدا موجوده في الفئه الاقتصاديه. وتقدر تصور فول اتش دي 720 30 او 60 فريم. والكاميرا السيلفي هنا ممتازه جدا، بتطلع صور جامده جدا لانها بتيجي ب 32 ميجا بكسل وفتحه العدسه بتاعتها كويسه. والكاميرا السيلفي بتيجي ب 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2 وبتطلع صور كويسه جدا، السكين تون بتاعها كويس جدا ومحترم وبتطلع صور جميله، وتقدر تصور 1080 30 فريم. وبالنسبه للصور فهي الصور كمان بتاعه الكاميرا الاساسيه ممتازه، بتطلع صور حلوه جدا، حتى كمان العزل بتاعها كويس، بتطلع الصور فيها فعلا سكين تون حلو،
فيها شكل مريح جدا، وكمان الاضاءه بتاعتها والكونتراست والساتوريشن كل حاجه موجوده مظبوطه، مفيش حاجه فيها مثلا مغلوطه او تحس ان الكاميرا دي انت محتاج الصوره دي تاخدها 3 4 مرات مش مره واحده عشان تطلع مظبوطه. لا، الدنيا مظبوطه معاك من اول صورتين اصلا. والماكرو الى حد ما بيعمل عزل حلو قوي، لكن الكاميرا الثالثه دي منظر يعني ما تعتمدش عليها اصلا، هي مش كاميرا اصلا، هي عاملينها كده وخلاص. عندك هنا الصوت السماعات ستيريو والصوت بتاعها قوي جدا ونقي، التسارع والتقارب والجيروسكوب كل الحاجات دي موجوده عندك في الموبايل. وعندك مدخل سماعات 3.5 مللي، وطبعا هنا الشاحن عندك هو يو اس بي سي تايب سي، عندك كل حاجه انت محتاجها. ومن افضل برضو الحاجات اللي موجوده في الموبايل ان انت عندك هنا مستشعر البصمه، هو من اسرع المستشعرات اللي موجوده اصلا في الفئه الاقتصاديه. الموبايل حرفيا اول ما بيحس بس اللي انت يا دوبك لسه بتلمس بيفتح على طول وبدقه وسريع. برده كمان نفس الكلام للفيس اي دي اللي موجود هنا. بالنسبه لي في الموبايل ده العيوب بتاعته حاجات بسيطه، زي مثلا اللي هو هنا عندك الشاشه بتوصل ل 500 نيتس، وعندك هنا مفيش كاميرا الترا وايد. دي مثلا من الحاجات اللي بالنسبه لي اللي موجوده عيوب في الموبايل. العيوب اللي موجوده في الموبايل هي الشاشه ال 500 نيتس، والشاشه ما بتجيش بطبقه حمايه فعليه، يعني ما بتجيش بطبقه حمايه ازاز، لا بتيجي بطبقه حمايه ورق، هي بس بتمنع الخدش، لكن لو وقع منك هيتكسر، لازم تحط انت سكرين بروتكتور تاني. والحاجه الثالثه برده ان انت عندك هنا الكاميرا اللي موجوده ما فيهاش الترا وايد، بدل الكاميرا الزينه اللي هم كانوا حاطينها كان المفروض يحطوا الترا وايد، بس هم ما حطوش للاسف. والميزه الجامده جدا في الموبايل ان سعر الموبايل ده حاجه تانية انت مش هتتخيلها. الموبايل ده بيجي ب 120 دولار، ولو هنيجي نتكلم بالمصري سواء بقى الدولار غلي ولا زاد، انا بتكلم دلوقتي على السعر اللي موجود على حسب الفيديو اللي انا صورته ده، هو من قبل ما ان هو يطلع 50. هو ده سعر الموبايل اصلا بالدولار 120 دولار، وسعره في مصر من قبل ما الدولار يزيد، اسمع بقى رقم عشان تتخض من كل الامكانيات الجامده دي، 6180 جنيه بس. هو بينافس الريلمي سي 55 والشاومي ريدمي 13 سي كمان. وبالنسبه لي هو افضل صفقه ما بينهم هما الاثنين، تقدر ان انت تجيبه دلوقتي قبل ما الدولار يزيد كمان. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش باللايك والشير سبسكرايب. كان معاكم عمر هاني، في امان الله.